لو عايزين تعرفوا مميزات وعيوب زبدة كاكاو شان، وهل هي حلوة وبترطب الشفايف ولا لأ، وأسباب جفاف الشفاه، اتفرجوا على الفيديو. أهلا بيكم في قناة ميديكال بينيفيت باي دكتور إسراء، معلومات طبية. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن زبدة كاكاو شان. هنتكلم في الفيديو على 7 عناصر رئيسية. أول حاجة المواد الفعالة وفوائدها للبشرة. تاني حاجة طريقة الاستخدام. تالت حاجة أسباب جفاف الشفاه. رابع حاجة النتيجة أو تجربتي الشخصية مع المنتجات. خامس حاجة السعر، وآخر حاجة العيوب والمميزات. شان مرطب الشفاه الطبي مع تركيبة مغذية للشفاه لعلاج جفاف الشفاه الشديد وتشققها، خالي من البارابين. نيجي بقى لأول حاجة في الفيديو، المواد الفعالة فوائدها للبشرة. هي بتتكون من 6 مكونات فعالة، زي البنسينول والفازلين الأبيض الطبي وزبدة الكاكاو والجليسرين وزيت جوز الهند والعسل. نيجي بقى لفايدة كل واحد فيهم للبشرة. أول حاجة البنسينول بيساعد على ترطيب الجلد والحفاظ على الماء داخل الخلايا، ويساعد كذلك في علاج الجروح البسيطة بسبب قدرته المضادة للالتهابات التي تحفز تجدد خلايا الجلد سريعا، ويحمي الجلد من الأشعة الفوق بنفسجية، لذلك يستخدم في علاج حروق الشمس وتلطيف الجلد. تاني حاجة في المواد الفعالة الوايت بترولاتم جيلي أو الفازلين الأبيض. هو مستخلص من البترول وبيدخل في تركيب المرطبات التي تستخدم لعلاج جفاف وتشقق الجلد، ويساعد في ترطيب البشرة وزيادة نعومتها عن طريق تكوين طبقة دهنية على الجزء العلوي من الجلد، فتعمل كعازل تمنع فقدان الماء من الجلد. وكمان الفازلين بيعزز اللون الوردي للشفاه. تعتبر الطبقة الخارجية من الجلد التي تغطي الشفاه من أرق طبقات الجلد في الجسم، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف مقارنة بمناطق الجسم الأخرى، ويعمل الفازلين على عزل هذه الطبقة وترطيبها. تالت حاجة في المواد الفعالة الكوكو باتر أو زبدة الكاكاو. زبدة الكاكاو عبارة عن دهون نباتية طبيعية مستخرجة من بذور الكاكاو، حيث يتم تخمير البذور وتحميصها وتقشيرها وضغطها للحصول على زبدة صفراء تحمل رائحة الشوكولاتة، ويتم استخدامها لصناعة الشوكولاتة ومنتجات العناية بالبشرة والأدوية وغيرها. وزبدة الكاكاو غنية بالدهون المشبعة ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتعالج تقرحات الفم، وتعالج الشفاه المتشققة والمتقشرة والجافة، وتكون طبقة عزل وحماية على الشفاه فتحبس الرطوبة داخلها. رابع مادة فعالة الجليسرين. طب ايه هي فوائد الجليسرين لبشرة الشفاه؟ يحتوي الجليسرين على خصائص مرطبة تجعله علاج مثالي للشفاه الجافة، ويمكن استخدامه لعلاج نزيف الشفاه الناتج عن الجفاف الشديد خلال فصل الشتاء، ويعيد للشفاه لونها الوردي، ويعالج أي جروح في الشفاه، وبيأخر علامات الشيخوخة زي بشرة الوجه بالظبط. الشفايف كمان بتتأثر بعلامات الشيخوخة، والجليسرين بيمنع العلامات دي وبيحافظ على نعومة ونضارة الشفايف. خامس مادة فعالة معانا زيت جوز الهند. زيت جوز الهند بيساعد في الحصول على شفاه وردية وناعمة وخالية من التشققات. سادس وآخر مادة فعالة العسل. العسل بيساعد على ترطيب الشفاه ونعومتها، ويساعد على التخلص من لون الشفاه الداكن، ويخلص الشفاه من التشققات، وبيفتح لون الشفاه ويجعلها وردي. بعد ما عرفنا أول حاجة في الفيديو المواد الفعالة وفوائدها للبشرة، نيجي بقى لتاني حاجة في الفيديو طريقة الاستخدام. طريقة الاستخدام الموجودة على العبوة: ممكن استخدام زبدة الكاكاو من 6 إلى 8 مرات في اليوم، لكن أنا بصراحة بستخدمها مرة واحدة بس في اليوم، ويفضل تكون قبل النوم. نيجي بقى لتالت حاجة في الفيديو، أسباب جفاف الشفايف. الجفاف بسبب جفاف الجو، الحر الكتير أو البرد الكتير، لأن الشفايف بشرتها رقيقة فبتتأثر بعوامل الجو. الجفاف بسبب عدم شرب كميات كافية من المية، أو بسبب الميك اب أو الروج اللي مش مناسب أو رديء أو رخيص. كمان الجفاف بيكون بسبب الأدوية اللي بتتاخد زي مشتقات فيتامين ألف أو الأدوية الكيميائية، أو ممكن يكون الجفاف برضو بسبب حساسية من معجون الأسنان، أو ممكن الجفاف يكون بسبب داخلي في نقص بعض العناصر أو الأنيميا أو فقر الدم، أو بسبب كمان لعق الشفايف بشكل كبير. عادة بيساعد على جفاف الشفايف لأن اللعاب فيه أحماض بتزيد الجفاف، وكمان التنفس من الفم بيسبب جفاف الشفايف. طب زي ما عرفنا أسباب الجفاف، نيجي بقى للعلاج.
بنراجع طبيب جلدية عشان يراجع الأسباب، أو ممكن استخدام مرهم مرطب للشفايف وفي نفس الوقت يكون فيه واقي للشمس. وممكن قبل ما نحط الروج نحط مرطب عشان يحمي الشفايف من تأثير الروج. ممكن عمل سكراب للشفايف لتقشيرها وبعد كده ترطيبها، او ممكن عمل ليزر او حقن هيالورونيك اسيد للشفايف لتجديد الترطيب فيها. نيجي بقى رابع حاجة في الفيديو، نتيجة او تجربتي الشخصية مع المنتج. بصراحة زبدة الكاكاو جميلة جدا، بترطب الشفايف وبتحميها من التشقق، وكمان لو في اي جرح في الشفايف بيتعالج. لو حطيت الشفايف مثلا مرة في يوم، هاجي بعدها بيومين مثلا هتكون الشفايف برضو مترطبة ولونها وردي ومحمية من التشقق والتقشير. والسعر 70 جنيه. نيجي بقى لاخر حاجة في الفيديو، المميزات والعيوب. المميزات ان زبدة الكاكاو بترطب الجلد وكمان بتعالج الجروح اللي في الشفايف. العيوب ان سعرها غالي وحجمها صغير، يعني حجمها 5 جرام بس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. متنسوش تدعموني بشير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. لو عايزين ريفيو عن اي منتج اكتبولي كومنت. مع السلامة.